السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عامل ايه؟ صلوا على النبي يا جماعة. واحد بعت لي بيقول ان هو الابن الكبير وفي ولدين تانيين، بس هما طلعوا بره وامه بس كانت طول متعلقة بيه قوي، فقعدته معاه في نفس البيت. لكن الولدين التانيين بره بس جنبها، يعني في نفس المكان. ومتجوزة واحدة من بلد تانية، هما قريبين من بعض بس بلد تانية، لازم نركب لها يعني ايه ساعتين على اساس نروح لها. فطبعا ايه، مراتي لما جبتها بقت معزولة لوحدها، ما بتروح، ما عندهاش حد تروح له غير امي بس واخواتي ما بيجوا كده. فكانت على طول تشتكي لي من امي، وانا اقول لها معلش امي معلش امي، انت مكبره المواضيع، انت مش عارفه ايه، انت كده. وساعات ارخم عليها واقول لها لا ما سالتش عليا وكده. ففي يوم امها جت من بلد تانية، بس ايه، مراتي ما كانتش تعرف، فمفيش مشكله تيجي البيت بنتها، مفيش مشكله. لقيت امي بتفتح لها الباب، فراحت قافله في وشها وقالت لها احنا بنضيفش ناس قليله الذوق، ما بتقولش ان هي جايه قبل ما تيجي. طبعا حماتي قعدت في الشارع عماله تعيط ومش عارفه تروح فين، ما هي بلد، وفي يعني لازم يبقى في وقت كده قبل ما تسافر تاني. المهم اتصلت بيا وجيت جري. ازاي؟ لا ما فيش ازاي، ده تلاقي عيل فتح. قالت لا امك فتحت لي وقالت لي كده الكلام ده في وشي انا. قالت لها طب، قال لها نص ساعه وهكون قدامك، كنت انا في الشغل. رحت جاي، رحت فاتح الباب، خشي، كانت جايبه لنا زياره. وحتى لو مش جايبه، دي حماتي وعيب وضيفه جايه عندنا، ازاي امي تعمل كده؟ مش كنتش مصدق خالص. فصدقت بقى اللي مراتي كله قالته لي. فانا بطلعها، هي بس ساكته كده ما بتتكلمش، وبالله راح مطلعها فوق، وتفضلي يا حماتي ونورتي يا حماتي. قال لي، بيقول لي بصوتي قد كده ان امي تنطق ما بتنطقش. رحت مطلعها وكانت بتعيط، قلت لها معيش حقك عليا ما تزعقيش، امسحيها فيه. وطلعنا على فوق ونزلت لها بقول لها ايه اللي انت عملتيه ده؟ قالت له عملت ايه؟ قال لها انت ازاي تقفلي الباب في وش حماتي وتقولي لها انت قلت الذوق عشان ما تصديش قبل ما تيجي؟ ده هي قايله لي وطالعه شقتي، هي طالعه عندك انت، وانت اصلا ازاي تعملي كده؟ دي ضيفه وجايه من بلد تانية، ده اكرام الضيف واجبه، ازاي تعملي كده؟ قالت له والله هو ما ناس ما عندهاش دم، ازاي ما تصيرش تقولي ان قال لها اتصلت بيا وقالت لي هي جايه عندي، جايه شقتي، جايه بيتي، ولا انا ماليش بيت هنا وماليش حكم هنا، ده بيت ابويا، انت ازاي تعملي كده؟ قلت له ابويا كان عمال يهديني ومعايا، وهي عماله تزعله، انتوا مش حاسين بيا، انتوا مش عارفه ايه، من مراتك سلطتك، عماله كده على كده. قال لها عموما الموضوع ده مش هيعدي. قالت له خلاص تعالى اضربني عشان خاطر حماتك ومراتك، عشان مراتك اللي غندوره تتبسط. قال لها وانا عمري ما هاجي عليك يا امي، بس اللي انت عملتيه ده ما ينفعش وما ينفعش يتعدى. فبيقول بقى طلعت لقيت بقى الاتنين عاملين يعيطوا فوق. رحت قلت لها معلش حقك عليا ما تزعليش، وانا الشهر ده مش هيعدي غير لما اكون جايب لك بيت تاني. فبتقول له لا، لا هتقول عليا هتشردني في البلد ان انا سلطتك عشان تمشي. قال لها لا هجيب لك جنبها برضه، انت عايزه تيجي تيجي، مش عايزه تيجي ما انت حره، لكن ما ينفعش الموضوع ده يعدي. انا كنت كل ما تشتكي لي اقول لك لا معلش انت هواله، لا امي لا ما سبتيش عليا، لا 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 لا، لكن لدرجه ان هي تعمل كده مع حماتي، لا ما ينفعش. بتقول وهي بقى هي سمعت، استنطت ان هو ايه هيجيب بيت تاني. راحت تعبت، رحت المستشفى وراح وراها، كلنا رحنا وراها وكده، بس ايه امي كانت جايه تيجي، قالت لها لا، قالت لها يا بنتي ده العيا ما فيهوش، قالت لها انا بقول لك لا. فبتقول رحنا وجينا، وهي بقى عماله تعيط، انت اللي قومتيها عليا، انت اللي سخنتيها عليا، انت منك لله، انت حسبانه كده فيكي. فقلت لها انا عملت لك ايه؟ انت عماله تحاسبيني كده، عملت لك ايه؟ فلسه بقول لها كده، راح قال لي بقول بقك ما يتفتحش واطلع لفوق. فبتقول له والله ما عملت لي حاجه. قال لها انا بقول لك ما تتكلميش واطلع لفوق. فقال لها في ايه يا امي؟ انت مش تعبانه خلاص بعدين اتكلمت له؟ لا انت عايز تسيب البيت وتمشي. قال لها طب انت عرفك؟ انا ما قلتش الكلام ده غير في شقتي. قالت له انا سمعتك من صوتك كان عالي. قال لها عموما دي حاجه ما تضايقكيش، انا هكبر على عيالي وعلى نفسي في نفس البيت برضه يقوم. قلت له لا يبقى انت كده كنت ناويها من زمان. قال لها ايوه مش موضوع مشكله، انا كنت ناويها ان انا اكبر، انا قلت لك ان انا اخد الشقه بتاعتك دي درجه، وبعد كنت تزعلي ان ربنا يكرمني ويبص عليا. قالت له لا. قال لها خلاص وهاخد لك في نفس البيت، هي تجيلك انت تروحي لها اللي انت عايزاه اعمليه، برضه انا عمري ما هاجي عليكي، بس اللي حصل ما ينفعش. طب خلاص اقعد، طب ومش هعمل حاجه وخلي اللي يجي يجي ومش هتكلم. قال لا لا خلاص معلش انا اتفقت مع الراجل وخلاص، انا هنمشي على اخر الشهر. فلا بجد بجد يعني انت بني ادم محترم قوي وكويس جدا، وفي نفس الوقت انت ولا زعلت ده ولا زعلت ده، لكن ما ينفعش عيب اصلا اللي امك عملته دي، عيب 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 يعني. ست جايه من سفر
وحتى تستاذن ليه جايبه بنتها، وممكن فعلا تكون قايله لبنتها ولا قايله لجوز لاخوك لابنك، انت مالك؟ عيب اللي بيحصل ده، عيب والله. هو انت مجوزه ابنك في بيتك عشان تتحكمي فيهم وفي اللي فيجي واللي يروح؟ لا عيب طبعا اللي انتوا بتعملوه ده، عيب خالص. ربنا يهديكوا يا رب، الحمام كلها ربنا يهديها، ومراتات الابن برضه ربنا يهديها، عشان برضه في ناس مش كويسه. يلا السلام عليكم، وقولوا لنا رايكم في الكومنتات عشان الناس تبقى مستنيه رايكم، عشان تجمع اراء وتشوف رايها صح ولا غلط. يلا السلام عليكم، فيديو جديد.